السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا يعني ممكن تكون ناس كتير قوي بتحبها وبتحب ان هي تغير شوية في الطريقة، وممكن تكون ناس كتير ما بتاكلهاش اصلا. فعامة آه الوصفة سهلة جدا وسريعة. هنعمل ايه؟ هنعمل بط كده سليم على بعضه، وهنحشيه بالفريك وهتسلقيه وهتشويه، وبجد الطعم مش قادرة اقول لكم، حكاية. اول حاجة بدأت بيها هعمل الفريك. حطيت معلقتين من السمنة البلدي، عليهم بصلاية كده صغننة مقطعاها على ايدي او في الكبة او على البلانشة اللي يريحك. المهم ان نقطعها مكعبات صغيرة عشان ما تبقاش باينة قوي في قلب الفريك. وبدأت ان انا اشوح فيها كده. انا عندي الفريك هنا ما نقعتوش. يعني عادة الفريك بيبقى قاسي شوية عن حباية الرز، يعني بيبقى ناشف اكتر منها وبياخد سوا اكتر منها برضو. فبان انت بتغسليه كويس جدا، لان بيبقى فيه كمية تراب كده وحاجات بتطلع منه غريبة الشكل يعني. بس المهم لما بتغسليه بتنضفيه جدا. بعد كده بتروحي نقعاه شوية لمدة ساعة او ساعتين. بعد كده بتبداي انك تحطيه في الوصفه بتاعتك ايا كان ايه هي. فانا هنا ما نقعتوش لان انا هسويه نص سوا على النار. يعني يا اما بتنقعيه وبتشوحيه ويبقى كده خلاص، لا اما بتسويه نص سوا على النار. فانا عملت البصلايه، دبلتها دبلتها اهو وخدت لون معايا كده بسيط اللي هو الذهبي. بعد كده نزلت عليها بكميه الفريك بتاعتي، وحطيت عليها ملح وفلفل. بس هي دي التوابل اللي انا بحطها. بشوحهم كده اديهم تشويحة. بعد كده بنزل عليها بشوية مية كده يدوب يعني ان هي تسويلي الفريك بتاعي نص سوا. قلبتهم كويس مع الملح، وبعد كده نزلت عليهم بحبة من المية زي ما انتم شايفين كده، شوية مية بسيط خالص، يعني مش مغطية الفريك بتاعي. واروح مغطية الطاسة بتاعتي او الحلة اللي انا بعمل فيها، واروح ايه سايباهم لحد بقى ايه ما يتشربوا المية دي خالص. تمام. بس هغطيه بقى، وبعد كده هبدأ ان انا ايه هقلبه. بعد ما شرب معايا المية كده تمام، انا الفريك بتاعي كده جاهز. هطفي عليه واسيبه بقى كده خلاص تمام. البطايه بتاعتي غسلتها كويس ونضفتها ونقعها طبعا في ميه وملح وليمون. و وانا بنضفها بعد ما غسلتها ونضفتها كويس من الريش ومفيش اي حاجه، جبت دقيق وليمون. وبدأت بقى ان انا افرك بيها البطايه بتاعتي من بره ومن جوه كده، لحد ما بقت شلت اللي هي طبقه الجلد اللي هي بتبقى الصفرة دي. بص دراعها عامل ازاي نضيف، ويعني عايزه اقولكوا فله ما فيهاش اي حاجه. تمام. جبت الفريك بتاعي وبدات ان انا احشي فيه زي ما انتم شايفين. طبعا البط دوت اللي انا مربياه، هتلاقوا طبعا ايه على القناه التانية يوميات ام اياد وشاديه. هتلاقوا ان هو كنت جايباه وهو صغير وانا اللي ربيته. قنيته يعني عندي على السطوح فوق. طبعا القناة التانية هتبقى فيها الشرح يعني كل حاجة من البداية للنهاية. وذبحته ونضفته وبقيت ناكله يعني. والكلام ده انا بربي مش ببيع، لا انا بربي للبيت لينا احنا يعني كده. وقت ما الحاجة بتكبر وتبقى حلوة بذبحها وبناكلها. تمام. فنضفتها بقى كويس زي ما انتم شايفين كده معايا 100 فول 14 اهي. وبدأت ان انا احشيها بالفريك زي ما انتم شايفين اهو. هفضل بقى ايه املاها كده لحد ما احس ان البطنيه بتاعتها تمام اتملت، مش محتاجه تاني. هفتح بقى الجزئيه دي لان المساحه دي فيها تاخد برضو فريك. وبدات ان انا احط فيها بالشكل ده اهو. عامله البطايه بتاعتي من يعني ايه عاملاها كده تبقى حلوه كده، بطايه محترمه حاجه كده تفتح النفس. بعد كده هروح جايباها كده ازقها على الصينيه بالراحه. ومجهزه عندي فتله وخيط، ابره وخيط قصدي يعني. اهم حاجه ان هي تكون الخيطه تكون لونها ابيض، علشان ما يبقاش اي لون تاني، عشان ما تطلعش لون في قلب البطه بتاعتك. لما تيجي طبعا بتخيطيها كده الفتحه اللي احنا بنبقى فاتحينها دي عشان بننضف قلبها. ممكن تعمليها بخله، ممكن تعمليها باي حاجه تاني، بس انا بعتمد الطريقه دي يعني هي بتاعت زمان. بخيطها بالشكل ده وبعد كده بقطعها بالمقص او بالسكينه. ما بتفكش ولا اي حاجه لحد ما انتي بتيجي تشديها كده بتشد معاكي. هتشوفوها في اخر الفيديو ان شاء الله وانا ايه بشيلها كده، بتتكرر معاكم بكل سهوله.
تمام كده قفلناها من تحت. هجيب بقى الجزئيه اللي من فوق دي، هشد الجلد بتاعها كده اللي هي بتاع الرقبه لحد الاخر. بعد كده هبدا ان انا اقطع الرقبه، وهيبقى الجلد معايا ده طويل، بس الرقبه شلتها. هبدا بقى ان انا الجزئيه بتاعه الرقبه دي برضو هحشيها ببقيه الفريك اللي عندي. هعملها زي الممبار كده، هفتحها بصوابعي وابدا ان انا احشيها بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. الم بقى شويه الفريك اللي مبقيين عندي. انا يدوب عملت على قد كميه البطايه بتاعتي، على قد البطايه يعني، ما عملتش بزياده، يعني ان انا اسيب فريك يعني بزياده وكده. بدات بقى الم المعالق بقى، والم شويه الفريك دول على جنب كده. هم دول المعلقتين اللي انتوا شايفينهم دول، هحطهم في قلب الرقبه بتاعه البطايه وخلاص كده اهو بالشكل ده. ابدا بقى ان أنا الم واحطهم في قلب البطايه. عايزه اقول لكم ان طعمها كان زي السكر، عسل عسل نحل يا ولاد، بالهنا والشفا على اللي اكل منها طبعا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. وتغيير بقى للناس اللي هي بتقطع البط وبتسلقه وتحمره، لا يعني اعمليها سليمه كده. مش قادره اقول لكم يعني بجد على الجمال. وبتنفع جدا طبعا في العزومات، وداخل عليك شهر رمضان وعملتيها اول يوم مع المحشي، مش قادره اقولك يعني المحشي بتاعك هيبقى حاجه سكره. هنا الحله دي حله ضغط، يعني في ناس كتير تعرف حله الضغط دي وفي ناس متعرفهاش. دي حله بتتكتم كده بالبخار بتاعها، بتسوي الحاجه في وقت قليل. فانا جبتها عشان ما تاخدش وقت على النار، وبالاخص ان هي سليمه. حطيت حبهان، عود قرفه، ورق لوري، فلفل اسود، ملح، حطيت طماطمايه، حطيت بصلايه، ونزلت البطايه بتاعتي. وسلام بقى لو عندك كمان كام جزرايه كده، مش قادره اقولك، بس انا وقتها ما كانش عندي. بعد كده هجيب البطايه بتاعتي واروح منزلاها في الميه بتاعت السلق دي اهو. هحطها كده. ما تخافوش طبعا الفريك اللي احنا حاطينه من فوق ومخيطناهوش، لان هي اول ما تحط في الميه المغليه البطايه هتبدا ان هي تقفل، الجلد بتاعها بينكمش، او انا بوريكم اهو بقلبها. بص انكمشت، فبالتالي مخرجتش الفريك اللي في الرقبه اللي احنا حاطينه. قلبتها على الجوانب كده ان هي تاخد الدنيا تمام. بعد كده ظبطت الحله بتاعتي على قد العين بتاعتي على النار، ظبطتها. وبعد كده جبت الغطا وهغطيها. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان هي بتيجي هنا عكس كده في الجوانب. ببدا ان انا الف البقره دي بالشكل دوت، بلفها كده لحد ما اللي هي المستطيله دي بتبدا تطلع لفوق كده اهو زي ما انتم شايفين. بتقفل بقى من الجنب هنا ومن الجنب هنا. بقفلها جامد على اخري، يعني على باقصى طاقه عندي. بفضل ان انا الف فيها لحد ما ابقى قافلاها تمام تمام. وفي كده بتاعه صغيره بتتحط في الجنب، دي بتكتم البخار نهائي. انا بالظبط ساعه زمن وطلعتها، يعني ما خدتش وقت معايا. انت ممكن كمان تاخد ساعه ونص ساعتين، من ساعه ونص ساعتين على النار لو في حله عاديه، لكن انا خدت معايا ساعه بالظبط. حطيتها الساعه 4:30 5:30 كنت مطلعاها زي البلسم، كانت مستويه جدا. بس هنا بقى احضر كانت استوت معايا وطلعتها. هحضر معايا بقى ايه اللي انا هدهن بيه الصوص اللي انا هدهن بيه الوش بتاع البطايه عشان هشويها في الفرن. حطيت معلقتين من العسل الاسود وطماطميه بشرتها، واحط ملح وفلفل اسود، واروح مقلباهم بس كده. ما حطيتش اي حاجه تاني خالص نهائي. ده الصوص اللي احنا عملناه لدهان وش البطايه بس. يعني ما اعتقدش ان في اسهل من كده. المكونات دي موجودة في كل بيت. هقلبهم مع بعض بقى كده كويس بالشكل ده. البطايه بتاعتي بصوا بوريكم الجناح بتاعها، بصوا مهر ازاي، والرجول بتاعتها، يعني كده تعرفي ان هي استوت. بدأت بقى ان انا ادهن بقى الظهر بتاعها بالشكل ده، وهلفها الناحية التانية كده اهو. واروح برضو دهنة الصدر بتاعها كلها كده بالرجول بالجناب، وهدخلها في الفرن واشغل الشوايه. وتتابعيها بقى لحد ما تاخد معاكي بقى ايه اللون اللي انت عايزاه. انا بحب اللون اللي هو بيبقى الغامق ده. ايوه. عملت جنبها بقى محشي بتنجان وورق عنب وفلفل وكرنب. بس انا لما جيت ادخلها في الشوايه حطيت معاها البتنجان اللي انا كنت مسوياه والمحشي يعني، علشان بحب ياخد من طعم البط كده، وبياخد تحميصه كده في الفرن بتبقى جميله. بصوا بقى انا بشدت الخيطه، بصوا اتشدت معايا بكل سهوله، وما فكتش ولا هي بتتسلق ولا هي بتتشوي ولا اي حاجه. وبصوا الفريك عايزه اقول لكم مستوي جدا جدا. هنقطعها معاكم دلوقتي بصوا، يعني زبده. اشوفكم على خير في الفيديو دي، بتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.